السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كيكة الخلاط السريعة، سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. زي ما انتوا شايفين علوها قد ايه. تعالوا نشوف المقادير. معايا 3 كوبايات دقيق، ومعايا كوباية ونص سكر، ومعايا كوباية لبن حليب بالقشطة بتاعته، ومعايا هنا 5 بيضات، وكيس ونص بيكنج باودر، وذرة ملح، ومعايا فانيليا، ومعايا كوباية الا ربع سمنة على زيت، ومعلقة نشا كبيرة. بس هي دي المقادير. ونفس الكوب دوت هو معايا الربيع دقيق، هو اللي هتعايري بيه كل حاجة عشان تطلع المقادير معاكي مظبوطة. الكوباية الواحدة هي اللي هتعايري بيها كل حاجة. حطيت كده السمنة على الزيت اللي هي كوباية الا ربع، وحطيت عليهم السكر هضربهم شوية، وبعدين هنزل بالبيض عليهم وهضربهم كمان ضرب كويس، وهنزل عليهم بمعلقة فانيليا حلوة يعني مليانة شوية، وهنزل بقى بعد كده بالكوباية اللبن الحليب. وزي ما انتوا شايفين القشطة عليها كبيرة جدا وبتدي طعم حلو وتودي الكيكة في حتة تانية. حطيت ذرة الملح، عليها معلقة النشا، حط كيس بيكنج باودر كامل، عليه معلقة كبيرة كمان، يعني كيس ونص بيكنج باودر. انا بحط كده على طول. كده اتضرب كويس في الخلاط، والسكر داب معايا وكل حاجة امتزجت مع بعض. بعد كده هبتدي انزل بالدقيق حبة حبة، وهقلب في اتجاه واحد واقطع من النص علشان مخرجش منها الهواء وتحتفظ بالهواء بتاعها. فمش هقلب فيها كتير لغاية ما توصل معايا للقوام الحلو اللي انا عايزاه. هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه للكيكة. وكده خلاص كيكة خلصت معايا. هتجيب صينية على حسب المقدار اللي انت عاملاه، كوبايه كبيره او صغيره. انا عامله مج، فدي عندي الصينيه الوسط، ودهنتها معلقه سمن مع شويه زيت، وهدهن بيهم الصينيه، وهبطنها بشويه دقيق. وبعد كده هبتدي انزل بالخليط عليها. وكل دوت قبل ما ابتدي في الكيكه. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 200. تسخن معايا الفرن، لازم يكون بيسخن معايا، والكيكه لازم تخش وهي سخنه. خلاص نزلت الكيكه وهبتدي ادخلها الفرن. زي ما انتوا شايفين دخلت معايا. هتقعد حوالي ساعة الا ربع، عشان انا عندي في الفرن مروحة فبتساعد معايا عملية التسوية بسرعة. كده حطيت في الخلة في الكيكة وطلعت معايا مستوية من كل حتة. طبعا لازم تختبريها الاول، بس دي مش خلة، دي بتاعت شيش طاووق بس، فكنت بجرب بيها الكيكة. طول عمري بعملها بالمقدار دوت وبتطلع معايا مظبوطة وتمام. وزي ما انتوا شايفين سمكها عالي، لا بحط خل ولا بحط اي حاجة. وطول عمري بعملها بنفس الطريقة دي وبتطلع معاكي هشة. وبوريكي طراوتها معايا عاملة ازاي، شايفينها اسفنجية معايا ازاي. ويا ريت تجربوا الطريقة دي هتعجبكم، ويا ريت تدعموني، واللي اول مرة يشوفوا القناة يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.